السلام عليكم. تحل التلفزة من بلاتو لبلاتو، الناس كلها تحكي على إقالة دافيد بيتوني. مش المحللين فقط اللي يحكوا على إقالة دافيد بيتوني، حتى المقدمين متاع البرامج ولو يحكوا على إقالة دافيد بيتوني. تحل الراديو، من راديو الراديو الناس كلها تحكي على إقالة دافيد بيتوني. ثم حتى شكون حكي ثم حتى شكون حكي على المعوض متاع دافيد بيتوني. هل الناس هذه تعرف النادي الافريقي وين كان قبل ما يجي دافيد بيتوني؟ وهل الناس هذه تعرف النادي الافريقي من سنة فقط وين كان؟ فما حاجة اسمها الشخصية، شخصية الفريق وشخصية البطل. دافيد بيتوني أنا نشوفه أنه للآن قدر يعمل حاجة اسمها شخصية الفريق في النادي الافريقي. تذكروش آخر مرة النادي الافريقي رجع على الترجي بعد ما كان خاسر، رجع في النتيجة؟ ما تتذكروش آخر مرة النادي الافريقي رجع على النجم الساحلي في سوسة وعدل النتيجة بعد ما كان خاسر؟ ما تتذكروش. النادي الافريقي في العام اللي فات خسر مع الاتحاد المونستيري 4-0، والنادي الافريقي خسر مع النادي الصفاقسي 3-0. بغض النظر على وضعية النادي الصفاقسي هذا العام، استمع دافيد بيتوني النادي الافريقي ربح النادي الصفاقسي في صفاقس وخسر مع الاتحاد المونستيري 1-0 صحيح، ولكن تتذكروا الناس الكل أن النادي الافريقي كان يلعب منقوص من سيماكولا اللي خذا ورقة حمراء في الشوط الأول. وأنا نتصور أنه لو صار السيناريو هذا العام اللي فات كان ممكن تكون النتيجة كارثية أكبر على النادي الافريقي. ولكن هذا الموسم مع دافيد بيتوني النادي الافريقي حتى وهو كان يلعب منقوص مع الاتحاد المونستيري، النادي الافريقي رجع وحاول وكان قريب من التعادل. دونك لهنا فما حاجة أخرى، دافيد بيتوني والنادي الافريقي ما خسروش حتى طرح في ملعب رادس في السنين اللي فاتوا. عملاول الأولمبي البيجي، اتحاد بنغردان، مستقبل سليمان، والفرق ما نقولوش الفرق الصغيرة ولكن فرق أسفل الترتيب كلها كانت تطمع في النادي الافريقي في رادس، وكلها كانت تطمع في النادي الافريقي على ملعبه. النادي الافريقي وصل للمرحلة وأنهي كلها تطمع فيه. الكلام ممكن ما يسر الجمهور النادي الافريقي برشا وممكن ما يعجب الجمهور النادي الافريقي برشا، ولكن جماهير النادي الافريقي الحقيقيين يعرفوا فريقهم وين كان وين ولا مع دافيد بيتوني. دافيد بيتوني عمل حاجة خارقة للعادة في النادي الافريقي اسمها الشخصية. النادي الافريقي تقريبا وباستثناء مباراة الملعب التونسي في الذهاب، النادي الافريقي فرض اسلوبه في كل المباريات وعلى جميع المنافسين، واذا ما فرضهاش طيلة 90 دقيقة فهو يفرض في 70 دقيقة 60 دقيقة في المباراة، يفرض اسلوبه. دونك لهنا دافيد بيتوني عمل حاجة اسمها شخصية في النادي الافريقي ورجع شوية من الهيبة المفقودة في النادي الافريقي. نجيو الآن نحكيو على حاجة اسمها شخصية البطل. شخصية البطل تسمعوا شخصية البطل ريال مدريد، كل يجي اسم ريال مدريد نحكوا شخصية البطل. شخصية البطل موجودة في تونس، ولكن خلينا نقولوا أنها مش موجودة في النادي الأفريقي الآن. النادي الافريقي ما زال يفتقد الحاجه اسمها شخصيه البطل، لانه سهل ياسر. شخصيه البطل ما تتبناش بالليله ونهار، ما تتبناش في 7 شهور مع دافيد بيتوني. شخصيه البطل لازمها فتره، خاصه كي تبدا تنافس في فريق اسمه الترجي الرياضي التونسي تتجسد فيه الشخصيه الحقيقيه للبطل في تونس. كيف تبدا تنافس في فريق اسمه الاتحاد الرياضي المونستيري، استطاع في السنوات الاخيره وانه يكسب شخصيه ممتازه جدا. وكي تبدا تنافس في فريق اسمه النجم الرياضي الساحلي، واللي حتى كان في اتعس وضعياته انغاب على ساحه التتويج في تونس فما يغيبش على الساحه الافريقيه. دونك لهنا ممكن ناكد لكم وانه النادي الافريقي ما زال يحتاج الفترة أخرى مع دافيد بيتوني. هذا لا يعني وأنه النادي الافريقي هذا الموسم ممكن وأنه يتوج بالبطولة، عادي جدا وأنه النادي الافريقي فيما تبقى من الموسم يصحح أمور دافيد بيتوني، وعادي جدا وأنه الشخصية تظهر، لأن الشخصية تتكون من مباراة إلى أخرى، وخاصة وأنه الشخصية أيضا تتكون كي تربح مباريات صعيبة كما صار في المباراة الماضية مع الملعب التونسي. فعادي جدا أن النادي الافريقي يعني هذا الموسم يتوج بالبطولة التونسية، ولكن النادي الافريقي إذا ما اللي حبيت نوصله وأن النادي الافريقي لو لم يتوج بالبطولة هذا الموسم مع دافيد بيتوني فإنه الأمور ليست كارثية، يعني ليست كارثة في النهاية، لأنه كنا نعرف النادي الافريقي وين كان والنادي الافريقي وين ولا مع دافيد بيتوني. أنا متأكد وأنه جماهير النادي الافريقي بينا وبين روحها الآن تشوف الموسم الماضي ايش صار فيها وهذا الموسم ايش صار فيها. جماهير النادي الافريقي فرحانه بمستوى فريقه. خلينا نقول وانه دافيد بيتوني بين تاثيره في انه خلى الناس تطمع، خلى جماهير النادي الافريقي
تطمع في التتويج بالبطولة. أول ما بدأ الموسم الناس كلها تحكي على تكوين فريق، والناس كلها راضية بتكوين فريق، ولكن النادي الافريقي وبعد منتصف الموسم والناس كيف شافت المستوى اللي ظهر به الفريق خلى الناس تطمع في أن النادي الافريقي يكون البطل، وهذا طبيعي. من حق جماهير النادي الافريقي وفريق كما النادي الافريقي انه يطمع دائما في الفوز بالبطوله. شخصيه البطل، باش تعرفوا انه شخصيه البطل ما تتبناش بالليله ونهار. شخصيه البطل ايضا لازمها نوعيه معينه متاع لاعبين، لازمها نوعيه متاع لاعبين مستانسه بالضغط، اللاعبين عاشوا الضغط، عاشوا مرحله اللعب على التتويج ويعرفوا ايش معناتها التتويجات. لاعبين الافريقي الموجودين حاليا تقريبا باستثناء لاعب او اثنين، كل اللاعبين الموجودين حاليا ما توجوش بالالقاب وما عرفوش ايش معناتها اللعب على التتويج بالالقاب. فمن الطبيعي جدا وانك تشوف كل ما تقدم الموسم وكل ما كثر الضغط من الطبيعي انك تشوف الاداء يتراجع، ومن الطبيعي انك تشوف الساقين تثقل امام المرمى. وهذاك علاش نشوفه في الفرص الضائعه. لو تتذكروا انه اول الموسم وقت اللي كان الحديث على تكوين فريق فقط، تقريبا النادي الافريقي كان افضل فريق يلعب كوره، وكانوا لاعبين النادي الافريقي اكثر لاعبين يقدموا كوره. ولكن من لما بدا الحديث على تتويج النادي الافريقي بالبطوله الساقين ثقلت والملاعبيه كثر عليهم الضغط، والضغط هذا شفناه في الفرحه امام قوافل القفصه، وشفناه في البكاء متاع اكثر من لاعب، معتز الزمزمي واحمد خليل البكاء هذا هو تنفيس للضغط اللي كانوا يعيشوه الملاعبين، تنفيس للضغط اللي كانوا يعيشوه الملاعبين. دونك من كل هذا أنا نشوفه أنه النادي الافريقي مع دافيد بيتوني ماشي في الطريق الصحيح. نشوفه أنه النادي الافريقي لو لم يتوج بالبطولة ليست النهاية. نشوفه أنه دافيد بيتوني مازال يحتاج إلى فرصة أخرى حتى ولو لم يتوج بالبطولة، مع العلم أنه النادي الافريقي قادر يتوج بالبطولة. في الختام خلينا نقول أنه أنا مع الرأي اللي يقول أنه دافيد بيتوني لازم فرصة أخرى في النادي الافريقي، وانا نعتقد انه مسؤولي النادي الافريقي يعرفوا هذا وماشيين في السكه هذه في انهم يعطوا فرصه لدافيد بيتوني، لانه دافيد بيتوني ممكن يخرج لنا نسخه اخرى من النادي الافريقي في العام الجاي، مع العلم وانه النادي الافريقي ممكن وان يتوج بالبطوله في هذا الموسم، لما لا، بما انه النادي الافريقي مازال تقريبا مصيره بيديه، سيواجه الترجي في رادس امام جمهوره، سيواجه النجم الساحلي امام جمهوره. يعني مش مستبعد، وأنه ما تفهموش من كلامي وأنه النادي الإفريقي مستبعد يتوج بالبطولة هذا الموسم. لا بالعكس، النادي الإفريقي قادر يتوج بالبطولة هذا الموسم، ولكن أنا نقول في حالة ما إذا لم يتوج النادي الإفريقي. وأيضا أرد على الأصوات الكثيرة اللي صارت تفتي وكلها تحكي على دافيد بيتوني. لهنا نكون وصلنا لآخر الحلقة، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. نشكركم أنكم وصلتوا معايا للمرحلة هذه في الاستماع والمشاهدة. إن شاء الله نشوفوكم على قريب في حلقة ثانية، وماذا بينا نستنوا منكم النصيحة، نستنوا منكم التعليق، نستنوا منكم النقد، نستنوا منكم كل شيء، لأنه صدورنا مفتوحة للجميع. ما تنسوش تدعمونا، ما تنسوش تدعموا المقطع، والسلام عليكم.